عسلامة عسلامة، جيتكم جبت معايا أخبار مزيانة برشا. وأخيرا القطار ما بين تونس وعنابة، تونس والجزائر، رجع اليوم وبفضل الله تعالى بعد انتظار دام أكثر من 25 سنة. اليوم القطار متاع الجزائر تونس يرجع اليوم، عملوها كرحلة تجارية. وتو باش نواكبكم الأحداث ونعطيكم جميع المعلومات لكل شخص يحب يسافر لتونس أو لكل شخص يحب يسافر للجزائر. أكيد لهنا بلدين أشقاء، بلدين بالحق نستحقوا بعضنا في كل شيء. أكيد مرحبا بأشقائنا في تونس ومرحبا بنا احنا كتوانسة عندكم في بلادكم الثانية، ومرحبا بالناس المحترمة خاصة. تو باش نعطيكم البرنامج كيفاش باش يصير بالضبط. أول حاجة البرنامج انه ايامات اللي باش ينطلق فيها القطار من تونس باش يكون يوم الاثنين الاربعاء والجمعه. الاثنين الاربعاء والجمعه باش تكون الانطلاقه من 6:30 متاع الصباح حتى 6:30 متاع العشيه. تقول قايله علاش الوقت هذاك الكل؟ مالغري تونس قريبه الى عنابه، نحب نقول لكم راهي مش كيما انك باش تجي في قطار باش تكون خدمات قوية على الاخر وخدمات انك تضمن بها راحتك لمدة رحلة كاملة 12 ساعة، مش انك مثلا انك تمشي في تاكسي. اكيد مش يكون فما فرق كبير. دونك وبالنسبة للانطلاقات في عنابة باش تكون يوم الاحد والثلاثاء والخميس. نفس الشيء زاد 5:30 متاع الصباح في مطار عنابة حتى توصل تونس الى 6:30 العشية كحد اقصى. وبالنسبة للتاريفة قداش باش تكون مثلا الثمن متاع السفرة وتذكرة السفر. التذكرة السفر بالنسبة لبروميير كلاس انك باش تقعد في الصفوف الاولى باش تكون خدمات لاهوت جام 81 دينار تونسية. بالنسبة لدوزيام كلاس باش تكون 71 دينار تونسية. هذه بالنسبة للتاريفة. واللي اقل عمرهم اقل من 4 سنين باش تكون جراتوي، مش باش يخلص حد شيء. واللي فوق ال4 سنين ما بين 4 الى 12 سنة باش يكون فما الثمن كما نقولوها تذكرة 50% من الثمن العادي نتاع اعمارهم فوق 12 سنة. دونك هذه بالنسبة للتاريفة. واكيد المحطات اللي باش تعدى عليهم باش تكون عنابة، سوق الهراس، غار الدماء، باجة وجندوبة، ومن بعد تونس العاصمة. كيف تونس العاصمة، غار الدماء، جندوبة، من بعد عنابة سامحوني سوق الهراس وعنابة. هذا بالنسبة للانطلاقات كيفاش باش تكون. نبعث لكم انا الجدول اللي فيه جميع المعلومات باش تزيدوا تفهموا اكثر كيفاش الانطلاقه نتاع القطار هذايا باش تكون. وراهو بالحق حاجه تفرح على الاخر كناس اللي بالحق مش اي شخص يقدر يروح في تاكسي او يقدر يجيب الطوموبيل نتاعو. ثم اشخاص عندهم ظروف، ثم ناس حابه تزور تونس، ثم ناس حابه تزور الجزائر، لكن ما زلنا بالحق القطار هذايا باش يعاون برشا ناس. ونعاود نقول مرحبا بكم كجزائريين في بلادكم الثانيه، ومرحبا بنا احنا كتوانسه في بلادنا الثانيه. واحنا بالحق بلدين شقيقين رغم الداء والاعداء ورغم الناس اللي قاعده تنشر في الفتنه، نبقاو اخوات اليوم وغدوه رغم كل شيء. اكيد نعاود نذكركم سعر التذكره 81 دينار تونسيه لا بروميير كلاس، لا دوزيام كلاس باش يكون 71 دينار تونسيه اكيد. والقطار شنو يشمل فيه؟ يشمل فيه مقهى، تنجم تلقى قهوه لداخل انك تتقهوى في القطار، تجيب معك الماكله، ويمكن زاد ثم ماكله في القطار، ثم حاشيكم تواليت، وفما مكان اللي تريح فيه، ثم حتى وين ترقد وتستريح وتركح امورك. يعني فيه جميع الخدمات بالحق، فيه جميع الخدمات. ما نجموش نقارنوا الخدمات الموجوده في القطار هذا كما الخدمات نتاع انك باش تروح في تاكسي، ولا بالعكس بالحق باش تلقى فيه خدمات مرتاحه جدا انك تضمن سفره تكون مرتاحه في نفسيتك وفي جسدك وفي كل شيء. بار كونتر زاد انك باش تمشي في تاكسي باش تلقى تعب طريق وكل شيء، باش تلقى راحتك وباش تلقى زاد راحتكم الفو. انا من رايي ان يكون القطار احسن واضمن لجميع الناس. وبالنسبه للانطلاقات للرحله نتاع عنابه تبدا نهار 13 في الشهر باذن الله السميع العليم، وعطيتكم الاوقات وقتاش. دونك مرحبا بالجميع، مرحبا بكل شخص يحب تونس، مرحبا بكل شخص يحب الجزائر. وان شاء الله يا ربي اكيد انا باش نعمل تجربه لهذا القطار، نحب نجرب. انا تعرفوني مغامره برشا ونجرب، وان شاء الله يا ربي اللي فيه الخير للبلدين ربي يسهل فيه. نحبكم برشا، تونسيه بدم جزائري. السلام عليكم الناس الكل، ان شاء الله ملتقانا ومرحبا بكم مره اخرى. نهبط لكم البرنامج غروسو مودو باش تشوفوا انطلاقات وكل شيء. السلام عليكم.